في قوانين صارمة بكل شيء بحياتنا تقريبا. قانون للجامعة، قانون للعمل، قانون للسير. بس لما يوصل الموضوع للعلاقات فجأة بيختفي القانون. تقضي سنين مع شخص وبس يقرر يفل بيقدر يلم أغراضه ويمشي بكل بساطة، وانت ما فيك تعمل شي غير انك تبكي وتجن. أنا معتز بلا سبب، وهذا بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي حبيناهم واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. مو لأنه ما في قانون معناها كل شي مسموح، مع أنه عايشين بعالم منظم وبتاكل مخالفة على أي شي، كب زبالة، سرعة زايدة، موسيقى عالية بنص الليل. بس بالعلاقات ما في ولا قانون. فيك تعيش مع شخص 8 سنين وبعدين بكل بساطة فيك تقول أنا بحب حدا تاني أو حبيت حدا تاني وتختفي من حياته. هو بينهار وأنت بتكمل حياتك عادي ولا كأنه صار شي. بس عدم وجود قانون رسمي ما بيعني إنه ما في أصول. في أصول وفي أخلاق وفي شيء اسمه الحد الأدنى من الإنسانية. فخلونا نحكي عن أهم 8 قواعد لازم أي إنسان محترم يعرفها قبل ما يقرر ينهي علاقة مع شخص تاني. القاعدة الأولى: إذا بدك تجرح الشخص ما تسرق وقته كمان. إذا عرفت أو حسيت إنه العلاقة ما بقى عم تمشي احكي، مو تأجلها بعد السفرة الجاي، بعد رأس السنة لما بتتحسن ظروفه شوي. وقته لهذا الشخص اللي كنا سوا بعلاقة مو لعبة، خاصة إذا عمره أو زواجه أو حتى شغله متعلق بوجودك. القاعدة الثانية: حب من قلبك أو فل بكرامتك. يا بتحبه عن جد وبتفتخر فيه بكل معنى الكلمة، يا بتخلي حدا تاني يحبه ويقدره. إذا شايف مثلا إنك بتستاهل حدا أحسن، روح أخي دور على هذا الحدا الأحسن، بس لا تتركه معلق. لا تخليه بلان بي، لأنه يمكن يكون بلان اي لحدا تاني، لشخص تاني. القاعدة الثالثة: فكرت بالخيانة؟ عادي فكر، بس لا تنفذ. كلنا بيخطر عبالنا أفكار مجنونة أحيانا، بس في فرق كبير بين الفكرة والتنفيذ. إذا بدك تفل يا أخي فل، بس لا تحط على الجرح ملح. قاعدة 4: لا تجبره يفل بدل ما تواجهه. مو عاجبك الوضع احكي، شارك معه رأيك. لا تعيش على نمط بارد وغامض وعابر لتوصله هو لمرحلة إنه ما عاد يتحمل ويصير هو اللي بده يترك. لا تحطه بمكان المضطر لحتى تخليه هو يترك. القاعدة الخامسة: احكي له ليش، مو تتركه محتار طول عمره. أصعب شي نعيشه بعد الفراق هو عدم الفهم. ليش صار هيك؟ شو الغلط؟ يمكن يرجع. احكي له ببساطة وبصدق ليش خلص، ليش ما بقى في أمل. خلي عنده جملة يرجع لها بنص الليل وقت اللي بتصير هالتساؤلات، بدل ما يضيع سنين بأفكار ما إلها معنى. قاعدة 6: لا تحاول تبين لطيف زيادة. خليه يكرهك شوي، ايه عن جد هو بحاجة على فكرة انه يكرهك شوي ليقدر يحمي حاله. فلا تحاول تخلي شكلك حلو بعد الانفصال، مو وقت تحسين الصورة وتلميع الصورة هلا أبدا. قاعدة 7: لا تضل تطل وتختفي. عنده أصدقاء، عنده أهل حواليه، ما بحاجة شبحك اللطيف من الماضي. لا تبعت ورد ولا غنية ولا كيفك ولا معايدات الله يخليك. خليه ينسى ولو بالغصب. قاعدة 8: لا تقول ما في قواعد، في أخلاق وفي محكمة اسمها الضمير. إذا ما بدك تطلع إنسان سيء حاول تطلع من العلاقة بأقل ضرر ممكن، ويا رب لما يجي دورك يطلع الشخص التاني أرحم منك شوي. ما حدا بيحب ينفصل، بس لما يصير واقع ولازم فينا نترك بطريقة ناضجة. إذا حبيت الحلقة شاركها مع حدا ممكن يستفيد منها، وإذا بدك تدعمني حط لايك واكتب كومنت وتابعني على البودكاست ليوصلك كل جديد. شوفك بالحلقة الجاي. ضلك بخير وضلك تحاول حب وتنحب.